فكرت كثير بالانتحار قبل ما أعرف أنه ممكن أقدر أسافر أو أحاول محاولة أخيرة للهروب منهم. طبعا هذه الفتاة يمنية تقول أنها تعرضت للقسوة والعنف والحرمان من الدراسة من قبل أهلها، فنصحوها بعض صديقاتها أن تسافر وتطلب لجوء وستعيش الحياة بكل جمالياتها، طبعا بدون فلوس وبدون أي شيء، ولكنها باعت ذهب أمها ثم سافرت إلى الأردن. كان معها قيمة التذكرة فقط وقليل من المال. أهلها بلغوا السلطات الأردنية فاعتقلوها، وعندما استمعوا إليها أطلقوا سراحها. البلاغ الثاني كان أيضا من الأهل بأنها سرقت الذهب وأموال، فاعتقلوها مرة ثانية وتعرضت للمحاكمة، وظهرت في فيديو وهي تبكي وتناشد فلوسها خلصت، وإنه صاحب الفندق يعني تعاطف معها وسامحها في مبلغ معين. طبعا ربما أن كلامي هذا يزعل كثير من الناشطات اللي طلعوا في فيديوهات كثيرة يقولوا أوقفوا مع سميرة، وكمان في منظمات قالوا الطفلة سميرة رغم أنها تبلغ من العمر 27 عاما. فأنا أستغرب أنه 27 عام يعني ما شاء الله، ليست طفلة وليست صغيرة، وأنها تقول أنها تخاف. كيف تخاف فتاة ذهبت إلى المطار؟ كثير من الأسر اليمنية لا تعارض أن تسافر بناتهم للدراسة في الخارج، بل على العكس كثير من الآباء والأمهات أرسلوا بناتهم للدراسة في كثير من البلدان، فتدرس هذه الفتاة برضاهم وبالأصول، تعود لتكون فخر لأهلها ووطنها. ولكن كثير من الفتيات لا يجدن هذا التشجيع في أسرهن، فيلجأن إلى الطريق الآخر. ولي نظرة أنه أحيانا يكون الزواج نافذة لتحقيق الطموح. كثير من الصديقات وكثير من التجارب والفتيات التي تزوجن تبدأ رحلة طموحهن من بعد الزواج، لأنها ربما تتزوج شخص كما يحبها، يحب طموحها ويساعدها في تحقيق أهدافها وطموحها. مهما كانت آمالك وطموحاتك ترينها مستحيلة، الله قادر على كل شيء. ما دمت أنت تؤمنين بأهدافك وطموحاتك، تحاولي أن تمشي بالأصول، لن يعيقك أي شيء في هذه الحياة. فقط ثقي بنفسك وكوني دائما فخرة أسرتك، وأسأل الله العظيم لكن الستر وتحقيق الطموح. الحياة جميلة، مجتمعنا اليمني يشجع المرأة الطموحة الواثقة بنفسها، والتي تسعى في إرضاء ربها، وتسعى أيضا في إطار العادات والتقاليد التي يرتضيها المجتمع.